وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا لأمته إلى يوم القيامة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. اسمع: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فقتل وعقر جواده وأخذ ماله. هذا هو اللي أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. إخواني، تصدق رجل بدرهم في 10 رمضان وآخر في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ لا إله إلا الله. تصدق رجل بدرهم في 10 رمضان وآخر بدرهم في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الأول اللي في رمضان. طيب، الثاني اللي في 10 ذي الحجة. طيب، اسمع. تنازع رجلان عندنا الآن، أحدهما يقول اللي يتصدق في 10 ذي رمضان، والثاني يقول يتصدق في 10 ذي الحجة. إلى من نرجع؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما المصيب؟ من قال الذي تصدق في 10 ذي الحجة أفضل. أسمعت يا أخي؟ بارك الله فيك. طيب، رجل صلى ركعتين في 10 رمضان وآخر صلى ركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في 10 ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في 10 رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان. وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. طيب، رجل قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في 10 ذي الحجة، وآخر قالها في 10 رمضان، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول. أي نعم، الأول. وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا بر الوالدين. بر الوالدين واجب. رجل بر والديه إما بالخدمة أو بالهدية أو بغير ذلك في رمضان، في 10 رمضان، وآخر برهما في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. انتبه يا أخي. الصيام. رجل صام في رجب وآخر صام 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الرجل صام في رجب وآخر في 10 ذي الحجة، الثاني ولا الأول؟ الثاني. ليش ما مثلت في رمضان؟ ما قلت صام في رمضان وآخر في الحجة؟ لأن رمضان فرض ما في إشكال، والفرض أفضل من النفل. طيب، إذن صيام ذي الحجة 10 ذي الحجة من العمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل.